السندويشات نتاعنا غادي نقطعوهم على 4 ما امكن يكونوا عندنا في نفس الحجم. انا غادي نكمل كاع هاد الكميه اللي عندي بنفس الطريقه. هنايا خديت واحد الزلافه درت فيها شويه ديال الدقيق وشويه ديال الماء وخلطتهم مزيان، وهما باش غادي نلصقوا الكورنيات ديالنا. بعد ما تشحر لينا لاداند مزيان غادي نضيف له معلقه صغيره ديال السكينجبير، شويه ديال الابزار، وغادي نضيفوا الفلفله والبصله، وغادي نغطيوها ونخليوها تشحر مزيان. وهنايا غادي نضيفوا واحد 2 معالق كبار ديال صويا صوص، وغادي نخلطوا هذا الخليط مزيان، وعاوتاني مره اخرى غادي نغطيو عليها ونخليوها طيب على خاطرها. هنايا خديت السندويشات تاعنا كما كتشوفوا بهذه الطريقه هذا، درتهم على شكل كورني وغادي نلصقهم في الجوانب بداك الدخل اللي سبق لينا وجدناه. انا غادي نستمر بحال هكا كامل السندويشات اللي عندي غادي نوجدهم بلا طابت لينا الحشوه. وهنا بعد ما طاب ليا لادان غادي نزيدو واحد 4 المعالق كبار ديال الكريمه السائله. خد لاصوص الجيريان غادي نديرها في سندويشات نتاعنا وغادي ندهنها مزيان، وتقدروا تضيفوا اي صوص نتوما كتفضلوها، وغادي نعمروها بالحشوه ديالنا، وغادي نضيف واحد الطريف ديال فرماج موتزاريلا. وتقدروا بالنسبه للحشوه تقدروا تضيفوا غير البصله ولادان طيبوهم، من بعد غادي تزيدوا عليهم الخس ومطيشه وتعمروا السندويشات نتاعكم. هنا غادي نضيف شويه ديال الفرماج الفوق، وغادي ناخذ واحد الصينيه وغادي ندهنها بشويه ديال الزبده او شويه ديال الزيت، ما كثرش بزاف غير شويه، وغادي نستفوا السندويشات نتاع. هنايا ستفتهم في المول ديالي، خاصهم يكونوا بحال هذا الشكل هذا. غادي ندخلهم للفران يطيبوا. هنا بعد ما خرجتهم من الفران البنات هما ما كياخذوش معنا الوقت بزاف، نعمروهم ونخليهم برا حتى توصل لوقت الفطور عاد نوجدوهم، لان ما كياخذوش معنا الوقت بزاف. انا غادي نقطع معكم وحده باش تشوفوا كي كيجيو لداخل، كيجيو معلكين وكيجيو زوينين بزاف بداك المذاق ديال الفرماج، وديك الحشوه كتجي بنينه بزاف. انا متاكده انها غادي تنال الاعجاب ديالكم وتنال الاعجاب ديال وليداتكم. وكنشكر بزاف البنات اللي كيبارطاجيو معايا التطبيقات نتاعهم كيصيفطوهم لي في الانستغرام ديالي دائما كنخليه لكم في صندوق الوصف. وكنشكركم على لي لايك والتعليقات الزوينين اللي كتخليو ليا. ما تنساوش البنات بارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء والحباب ديالكم وفي مواقع التواصل الاجتماعي. وشكرا على التتبع ديالكم. الى الفيديو المقبل باذن الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.